ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده ان شاء الله هنروح في ذا مومنت في عباس العقاد. عندكم البنك الاهلي اهو الناحيه التانية، ابو مازن وكشري التحرير. يا دوبك بنعدي الناحيه التانية، ادي ميراج عفوا للاوراق، تداول الاوراق الماليه. قدامه بالظبط ذا مومنت. عايزه اقول لكم المحل عنده اسعار حلوه جدا. يعني بجد بجد حاجات، يعني زي بيبيع بسعر الجملة يعني. آه بص بقى المفارش الجميلة دي. المفرش الواحد سعره 25، واللي هو الذهبي ده برضو الجلد ده. عايزة اقول لكم انا سألة على المفرش ده بره سعره 50 واكتر. بس عندهم بيبيع المفرش ب25. تخيلوا بقى باقي الحاجة واسعارها عاملة ازاي. بصوا بقى انا هسيبكم كل حاجة مع كل حاجة عليها السعر بتاعها، والحاجة اللي مش عليها السعر بتاعها هقول لكم عليه. الحلة ديت نازلة ترند قوي. نزل منها برضو المسكات دي نفس النوع بتاع الرسمة بتاعت الحلة البطوطة دي. معلش بعتذر لكم على صوتي لانه متعب جدا. بصوا بقى الحاجات الخشبيات دي كل الاشكال بتاعتها تحفة بجد. عندهم بقى الحاجات بتاعت التخزين دي، الاشكال بتاعتها كلها. بص التصوير ده تقريبا كان شهر، بس انا ما كنتش عارفه انزل فيديو، هو طويل شويه بس شامل كل حاجه، كنت مجهزه كل حاجه فيه. بس هتلاقوا في حاجات دلوقتي، احنا في رمضان، قبل رمضان اهو بينزل برضو الحاجه اللي بتخلص اصلا بتنزل تاني، نفس الحاجات برضو. وفي حاجات اجمل، الخشبيات كلها. الكوستر ده برضو حلو قوي شكله، عامل زي الجذع بتاع الشجرة كده وهو مقطوع. دي بقى ركنة كده، دي دايما على طول موجودة فيها الخلة والحاجات بتاعة الاير فراير وبتاعة الورق الزبدة. ده حاجة كده بتاعة الغطا بتاع الحلة عشان نمسك بيه من فوق لو الحلة سخنة وكده وعلى النار. دي بقى انا مش عارفة دي ايه، ما الاشكال اللي تحت دي. بص بقى البتاعة دي تحفة قوي، جبت منها واحدة. دي ممكن بقى تنفع تحط فيها تلج، تتعمل زي كمادات، او ممكن ميه سخنه تحط على على المناطق، يعني الاصابات يعني وكده. بس دي برضو انا مش عارفه بتاعت ايه برضو. آم، مش عارفه دي ممكن تكون مطحنه ولا ايه، دي مش عارفه بصراحه. آه، عندهم بقى حاجات الكوب كيك، سيليكون او ورق، اللي هو بيدخل الفرن. دي طبعا في منها باكيتات، وهنا في ركن الحاجات السايبة، بحيث ان احنا ممكن نشتري برضو العايز بالقطع، على حسب العدد يعني، او اللي عايز ياخد باكيت كامل. ده برضو دي كده علبة كلها على بعضها، في منها بالقطع على فكرة. ده ده اسمه ايه ده، المعيار. في منه اشكال دلوقتي تحفة قوي. دي بتاعت الادوية، طبعا كلنا عارفين الحاجات بالاستخدامات بتاعتها طبعا. أم، كل حاجة عليها برضو، انا مصور كل حاجة عليها السعر بتاعها. طبعا دي معروفة بتاعت الجيلي، دي برضو تحفة جدا، انا جبت منها. ده زي اكياس تخزين كده، بس ليها قفل من فوق محكم كده، يعني تضغط عليها كده بتكون محكمة الغلق. بنحط فيها اي حاجة تخزين، توابل او اي حاجة احنا عايزين نعملها. بصوا بقى الحاجات السكرة دي تحفة، سعرها بصوا كام. وعايزة اقولكم الماتيريال بتاعتها، الخامة بتاعتها جميلة جدا. حاجات معيار بقى كده. دي دي بصوا بقى دي الكيس بالقطع زي ما قلت لكم، هي المعالق والشغل. في حاجات بقى ألمونيات كده شكلها كيوت قوي. بصوا الاشكال بتاعتها عامله ازاي.
دي لونها مذهب شويه، وفي اللي هي اللي كانت اللي انا كنت ماسكاها الاول دي كانت جميله قوي. بصوا بقى، مدور، مربع، مستطيل، كل الاشكال. آه، الكراسات دي والاقلام عندهم على طول، يعني سواء دراسه مش دراسه فهي موجوده على طول اصلا. برضو المقالم والحاجات دي موجوده برضو عندهم على طول. آه، بصوا بقى الركن ده بتاع الحاجات المية. عندهم أشكال دي برضو على طول موجودة على فكرة. عندهم كم كبير جدا من المجات وازايز المية كل الأشكال زي ما انتم شايفين كده. والركن برضو للعلب التخزين، البلاستيكات. دي برضو موجودة متاحة دايما عندهم على طول، بتخلص بتيجي دايما الحاجات التخزين زي ما قلت لكم، سواء الصغيرة بتاعت الأدراج، الكبيرة تخزين الملابس. كل كده الحتة دي بتاعت البلاستيكات دايما بيبقى عندهم عروض على المجات، برضو بينزلوا تشكيلة كبيرة جدا. حاجات بتبقى عندهم بجد فعلا فرصة يعني مش تتعوض تاني. الأسعار بتاعتها حلوة جدا. في حاجات طبعا يعني اللي هي بالغطاء الملعقة دي ممكن سعرها ممكن تلاقيه مش 100 أو حاجة وشوية. بصوا ده تحفة قوي، ده كله على بعضه كده ب20. الفنجان عفوا، والطبق بتاعه فيه برضه بتاع ده أشكال منه. لا حلو قوي، هو بيتباع كده كله على بعضه متغلف كده زي ما انتوا شايفين بالشكل كده على بعضه، يعني في حاجات فرصة زي ما بقولوا فعلا. حلوة جدا. ده مش اسمه ايه، مش ازاز، الخامة مش عارفة اسمها ايه، نسيت والله الاسم. المهم مجات زي الخامة اللي قدامكم دي كده، الكبير منها والصغير. زي ما قلت لكم هو دايما بيبقى عنده اشكال حلوة قوي، يعني المجات ده كيوت قوي زغنطوط كده. زي ما قلت لكم بقى اشكال زي ما انتوا شايفين كده. دي برضو مجموعة من الاطباق بيبقى عليها سعر، بيعمل مرة واحدة كده بص لي حاطط حاجات بينده عليها ويقولك ان عليها تخفيضات وبتاع كده. ده الغطا مش زجاج، ده اكليريك، انما ده ازاز. وده بورسلين تقريبا. الحاجات بتاعت الزبدة او هي بتاعت الزبدة تقريبا. بس الحلة الزجاج دي تحفة، انا مغرمة بيها فعلا، معجبة كده جدا، شكلها تحفة قوي. بصوا بقى الركنة دي كده، انا دخلت هو تحت الارض وفي فوق برضو حاجات للميك اب. الجزء بقى اللي تحت ده اللي كل هو في كده زي ممرات صغيرة مش كبيرة يعني، ممر بلاستيكات، أطباق، حاجات الإزاز، المجات، أدوات المطبخ الحلوة دي قوي. ممكن لو الرشاشة دي ممكن تبقى حلوة للسكر البودرة، أو لو بنخبز عجين بنحط فيها دقيق بنرش كده، حلوة قوي. ده بقى زي لانش بوكس صغنطوط كده مع إزازة مية صغنطوطة. ده بقى الحاجات اللي هي بتبقى نازلة عليها عروض. بصوا بقى الركنة دي من أحلى الركنات دي، الحاجات الكوسترات بتاعت السفرة. بصوا ده بقى حاجات التخزين بكل أحجامها وأشكالها وأسعارها، مش عايزة أقول لكم تحفة. ديت قماش كده عاملة زي القماش، الملمس بتاعها غير الكوسترات اللي كانت في أول الفيديو اللي أنا وريتها لكم. بصوا بقى أنا قلت لكم في كل حاجة، الحتة دي بقى فيها الأدوات الكهربائية. دي المروحة اللي نازلة ترندي قوي. بصوا كده طالعة بقى السلم فوق، في بقى حاجات طابلوهات، زرع. بصوا الجزء ده بقى فيه أول ما بتنزلي فيه شوية حاجات مية كده، ازاز مية
انتيكات بقى توج شعر. في ركنة جوه بقى كده، استنى هوريلكم بس اما تيجي اقول لكم حاجة حاجة. في جزء كده ممر للميك اب بس، في جزء بقى زي بارتيشنات، اللي فوق ده بيبقى بارتيشنات. بارتيشن بيبقى متأجر ركنات كده، يعني مثلا واحد واخد جزء بيبقى فيه البرفانات، الروايح العطرية، جزء للميك اب. الجزء ده حاجات أعياد الميلاد، والحاجات اللي هي بتبقى عايزة تتعمل البالون اللي بيتنفخ بالهيليوم ده. الحاجات بقى الأعياد، يعني أعياد ميلاد أو أي مناسبة، ممكن بتجهزوا الشكل اللي انتم عايزينه هما بيعملوه يعني. ده بقى الجزء اللي هو بتاع الميك اب زي ما قلتلكم. طبعا الحاجة عليها سعرها ده بيبقى قطن كده، سعره بيبقى عالي. ده الجل الصبار، مش عارفة ايه الفرق بينه الأبيض والأخضر ده، ايه يعني، أكيد في مش عارفة ميزة أو فرق. ركني بقى للإكسسوار، في برضو بس كده خلاص بقى. في بقى حاجات، بس انا هنمشي بالدور مش لازم بس كده. الحاجات بتاعة الشهر. بس بصوا، انا المحل اللي هو بتاع 10 و20 ده بتاع التوك ده، انا بحب اجيب منه التوك مش من هنا يعني. في بقى محل تحفة قوي اللي كنت بقول لكم عليه ده، بيبيع اغلى حاجة عنده ب20، عنده حاجات تحفة، بس للأسف هما مش بيحبوا يصوروا الحاجة بتاعتهم. يعني انا بحب اجيب ربطات الشعر والتوك من عند التاني، عارفين قصدي. ده بقى دي ركنة كده، جزء كده فيه ميداليات بكل اشكالها بقى. بس عنده بصوا الميداليات اللي هي خامتها فعلا حلوة، هتلاقوها عنده. يعني دي ممكن حد يقول لا ده سعرها غالي او كده، بس مش زي اللي هي ممكن تكون سعرها مش عارفة ب20 أو 10، لكن دي سعرها ممكن تلاقيها 65 75 أو أكتر كمان، بس الخامة بتاعتها حلوة. دي بقى ربطات شعر شكلها كيوت قوي، عجبتني. آه كنت هقول ايه، عندهم حاجات برضو بتاعت ده منظم ميك اب، يعني حقائب صغيرة كده. دي بقى برضو انا تقريبا لسه ما خلصتش في الركنة دي. زي ما قلت لكم بقى العنوان بتاعه فين، احنا عند اول عباس كده، مش محتاجين نركب، بنمشي شوية صغيرين عندنا كشري التحرير، ابو مازن، اتول. هو بقى الشارع اللي قدامه هتلاقوا مومنت، وفي بقى حاجة قدام مومنت ده سوق السعادة اللي انا كنت قلت لكم عنده العروض بتاعة المكسرات، اللي كنت مصوراها في الفيديو اللي فات لما قلت لكم سعرها 200 جرام عفوا 400 جرام ب200. دي مجات حلوة قوي، كنت جايبة اللي هو بالورد الصغنطوط ده. دي ممكن اي حاجة قهوة، اي حاجة بسيطة حلوة قوي. المهم احنا قدام بقى سوق السعادة كده، قدام مومنت ده في برضو محل جنبه مومنت دوت، برضو عنده حاجات سعرها حلو قوي. عايزة اقول لكم يعني احنا الحاجات اللي بدل ما بنتعب نفسينا ونروح العتبة في الزحمة عشان نجيب اي حاجة منها، وسروقنا بتاعت البرفيوم دي، بس انا ما صورتش فيها بصراحة. هي مجموعة كده، طبعا انتوا عارفين حاجات البرفيوم دي بتبقى مختص فيها السوريين. الركنة دي واخدها سوريين، هو بيبيعوا جميع انواع الروايح بقى. بس اصلا بيبقى عندي حساسية من الروايح، انتوا شايفين الصوت اصلا عامل ازاي. ف فالروايح دي اصلا بتتعبني، فاصلا مش بروح عند هتلاقوا الحته الوحيده اللي مش صورت فيها
حتة بتاعة الروايح دي. بس كده، عشان طبعا احنا في الشتاء، فكمان الروايح بتتعب اكتر، بيبقى في الواحد عنده حساسية، بيبقى عنده برد، صوته متعب. بس زي ما قلت لكم كده بقى، العتبة بدل ما نروح العتبة تلاقوا كل حاجة هنا في شارع عباس ده. بصوا كنز فعلا حرفيا. هو طبعا والشارع اللي هو بتاع اللي فيه ستارز، سيتي ستارز، واللي فيه اللي هو مكرم. وبس كده، قربنا نخلص الفيديو. اتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكل ما الاقي حاجه حلوه باسعار حلوه ومكان جديد هصورها لكم ان شاء الله. آه عشان تقدروا يعني هوصل لكم الحاجه اللي هي تبقى سهله في متناول الايد، واسعارها تكون حلوه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وجوله جديده. سلام.